السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الأخطاء الشائعة اللي بتحصل مع كتير من الناس. في مشكلات كتير بتحصل مع الناس أثناء سحبهم من ماكينات البنك الأهلي المصري. بيبقوا مخضوضين لأنهم مش عارفين هو المفروض يعمل إيه في اللحظة ديت، وبيبقى خايف على المبلغ اللي هو طلبه، او اللي هو حطه في المكنة وما خدش بيه وصل، فبيبقى خايف وقلقان ومرتبك. هنبتدي بأول حالة، اللي هي الحالات اللي هي ممكن تعالج نفسها بنفسها. هي أول حالة، أحيانا بيبقى العميل، بعض الناس بتحط الكارت وبتضرب الرقم اللي هم عايزين يسحبوه، المكنة بتبين لهم إن هي بتعد الفلوس، لكن الفلوس ما بتطلعش خالص. في الحالة دي بيحصل إن السيستم بيبعت رسالة إنه تم السحب، والعميل بيتخض، وإزاي يعني الفلوس ما طلعتش أصلا وهو يفضل واقف مستني. هي دي الحالة دي ما تقلقش، يعني هو بعد شوية بتجيله رسالة بتقوله إن تم رد المبلغ، لأن الفلوس ما خرجتش أصلا. في حالة شبيهة بيها بقى، يعني حالة شبيهة بيها بالحالة دي، حالة تانية شبيهة بنفسها، إن العميل بيطلب الرقم والمكنة فعلا بتطلع المبلغ، يعني المكنة بتطلع المبلغ، لكن العميل بيتلخم في حاجة غير إن هو يسحب الفلوس من المكنة، فبالتالي المكنة يعني بعد ثواني قليلة بتسحب المبلغ تاني. هنا بالعميل ممكن ينتظر بالعشر أيام أو بالخمستاشر يوم على بال ما ترجع له الفلوس تاني مرة أخرى. طب بيعمل ايه العميل في الحالة دي؟ في الحالة دي بياخد بيلاقي استيكر ملزوق على الماكينة اللي هو كان بيسحب منها، عليها رقم كبير كده، هنوريها لحضراتكم دلوقتي. اللي بياخد الرقم الاستيكر ده وبيتصل على 19623، ده رقم خدمة العملاء، وهي شغالة 24 ساعة في أي وقت، سواء كان بالليل أو بالنهار، من تليفون أرضي أو محمول. بيكلمهم وبيديهم رقم المكنة اللي هو هيبينه لكم دلوقتي زي هو الاستيكر الملزوق على المكنة ده، وهنقرب لكم صورة قريبة للاستيكر ده دلوقتي حالا، خليك معايا. زي ما انتوا شايفين كده، ده الاستيكر اللي احنا بنتكلم عليه، ملزوق اهوت في مكانه، مكتوب رقم الماكينة ومكتوب الرقم تحت منها. الرقم ده ممكن تصوره او هتلاقيه موجود معاك في الايصال اللي انت بيطلع لك من المكنة. طب ليه هما حاطين الاستيكر؟ هما حاطين الاستيكر لان احيانا الايصالات بتخلص من الماكينة، فبيحصل مشكلة مع العميل. وكمان الايصالات آه، زي ما انتوا شايفين كده، كمان الإيصالات ساعات بتخلص من المكنة، وما بيبقاش العميل عايز يكلم خدمة العملاء ومش عارف يديهم رقم المكنة، فلازم يحطوا الاستيكر ده. حاطين الاستيكر ده عشان لو المكنة ما فيهاش وصلات تقدر تصوره من على الماكينة من بره، أو تقرا الرقم في حالة لو انت موجود في ال ATM لسه ما خرجتش، وتبلغهم بيه. وبيقول لك بيرد عليك اللي هو الكول سنتر، وبيبلغك ان تم عمل شكوى بالمبلغ اللي حضرتك قلته، وبيقول لك مثلا في خلال 10 ايام او 15 يوم بيرد المبلغ ده. نفس الكلام بيعمله العميل اللي هو مثلا ما يكون بيعمل ايداع ولا حاجة، وحصل معاه نفس المشكلة ان المكنة خدت المبلغ وما ادتلوش ايصال بالايداع. في الحالة دي لازم برضو ياخد رقم الماكينة ويتصل على خدمة العملاء ويبلغهم بالمشكلة.
وبيحصل نفس الرد تقريبا، يعني ما بين 10 15 يوم على بال ما المبلغ بيترد في حسابه تاني أو ينضاف لحسابه تاني. عايز أتكلم برضو في بعض الحاجات كده الناس ما بتبقاش عارفاها. إن لو أنت الكارت بتاع حضرتك بنك مصر أو بنك تاني غير البنك الأهلي، بتيجي تسحب مثلا بتطلب مبلغ مثلا 8000 أو 6000 أو 7000 أو 10000، ما بيطلعش المبلغ. طب ده ليه؟ ده لأن أصلا جميع عملاء غير البنك الأهلي غير متاح لهم إن هم يسحبوا أكتر من 4000 جنيه. يعني أنت لو عميل الكارت بتاع حضرتك بنك مصر أو غير بنك مصر، يعني احنا بنضرب كمثل، آه، بتسحب من ماكينة البنك الأهلي المصري، ما تطلبش أكتر من 4000 جنيه. تطلب أقل ماشي، لكن أقصى حاجة ممكن تطلبها هي 4000 جنيه. لو عايز أكتر هتطلب بقى مثلا 4 وبعدين 4. في حالة كمان عايز أتكلم فيها للناس اللي هي برضو كروتها غير البنك الأهلي. بيجي يستعلم وبعدين يجي عند يقول له مثلا هل تريد إيصال، يقوم دايس لأ، على أساس إن هو بيتعامل على مكنة كأنها بنك الخاص بيه، لكن يفاجأ إن العملية كلها بتتلغي. ده ليه؟ ده لأن هو أصلا الحساب بتاعه مش مدرج في البنك الأهلي المصري، فلازم يطلب إيصال. الإيصال بيتخصم عليه فلوس وبيطلع له الرصيد اللي موجود في الكارت بتاعه. آه، لازم تطلب إيصال، ما ينفعش ما تطلبش إيصال. الكلام ده لكل الكروت الغريبة غير كروت البنك الأهلي. أما لو أنت الكارت بتاع حضرتك بنك الأهلي مصري، تقدر تشوف الحساب بتاعك من على الشاشة. يعني لو أنت قلت لأ أنا مش عايز إيصال، فهو هيديلك الاستعلام اللي أنت طالبه على الشاشة الخاصة بيك، ده لأن حسابك مدرج تبع البنك تبعه. انت ممكن تعمل كده برضو مع البنك، الماكينة ال ATM الخاصة بالبنك بتاعك، لكن مع الماكينات الغريبة لا، ده ما بيحصلش. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك و... ودوس اشتراك عشان يوصلك مننا كل جديد. واكتب لنا في التعليقات على أي حاجة بتحصل معاك خلال تعاملاتك مع ماكينات البنك الأهلي المصري، وإن شاء الله نشوف إيه المشكلة دي ونعرف حلها أو علاجها أو إيه أسبابها، عشان نحمي كتير من الناس الوقوع في بعض الأخطاء اللي هي إيه متكررة أو شائعة. وبشكركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.